متابعي قناة بريك نيوز، لا تنسوا الاشتراك والضغط على لايك إذا أعجبكم الفيديو. نجاح كبير تحققه أغنية من أول دقيقة. الأغنية الديو التي جمعت الفنانة اللبنانية إليسا بالفنان المغربي المتألق سعد المجرد. الأغنية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد تصدرها لأكثر من 30 ترند عربي وأجنبي، بعد أن تجاوز عدد مشاهداتها 4 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على منصة يوتيوب، فيما واصلت الأغنية انتشارها السريع محققة ما يقارب 30 مليون مشاهدة في ظرف أسبوع واحد، وهو ما يعد رقما ضخما، خاصة وأنه جاء في وقت قياسي، وهو ما يوحي على أن هذه الأغنية ستنافس بقوة بقية أغاني سعد وإليسا المليونية. الأغنية جاءت باللهجة المصرية وباللون الرومانسي الذي اشتهرت به ملكة الإحساس إليسا، والذي تبرع فيه بكفاءة، لكن المفاجأة كانت سعد المجرد الذي فاجأ زملائه الفنانين قبل الجماهير بعلو كعبه في أداء أغلبية أنماط الموسيقى العربية. أما تصدر الترند وتحقيق ملايين المشاهدات فهو أمر رافق نجاحات سعد المجرد منذ أن تم وصفه بالظاهرة العربية في بداياته. أغنية من أول دقيقة لم تتوقف عند حد تصدرها لأشهر ترندات العالم كالفرنسي والبلجيكي والإسباني، بل وتصدرت الترند العالمي كأفضل وأقوى أغنية سواء من حيث عدد المشاهدات أو الإعجابات، وهو الإنجاز العربي الذي لم يسبق لأي فنان عربي أن حققه، باستثناء سعد المجرد بأغنيته الشهيرة انت معلم التي طرحها سنة 2015. وعرف ديو إليسا والمجرد تفاعلا وإشادة كبيرة من عدة مشاهير عرب، كان في مقدمتهم الفنانة المصرية شيريهان ومواطنتها نبيلة عبيد، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونوال الزغبي، والفنان اللبناني باسم مغنية، وعدة شخصيات أخرى معروفة.